السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إكرام العيد في حلقة جديدة. حلقة النهاردة هنتكلم عن كوميديا الأعلى للإعلام. كلنا طبعا شفنا في الأيام اللي فاتت ظهور رئيس نادي الزمالك على القناة بتاعته قناة الزمالك، وتوجيهه الألفاظ أقل ما يتقال عليها إنها بلس 18 يعني. شفنا التجاوزات اللي عملها في الكام يوم اللي فاتوا. كان مجلس الأعلى للإعلام وشكاوى كتير جدا طبعا تقدمت من الأهلي ومن الناس اللي طالهم استباب رئيس نادي الزمالك. مجلس الأعلى للإعلام كان عامل من بنها زي ما بيقولوا. فوجئنا من يوم أو امبارح أو أول امبارح بخطاب من المجلس الأعلى للإعلام بيقول إن هو هيفتح تحقيق سريع، وطبعا على المثل اللي بيقول سكت ظهرا ونطق كفرا. فهم لسه بيفكروا يعني بعد كل كم التجاوزات دول بدأوا يفكروا أخيرا في إن هم يبدأوا يعملوا تحقيق، يفتحوا تحقيق مع أو حتى ما قالوش مع مين، يعني يفتحوا تحقيق على اللي حصل في قناة نادي الزمالك. ما قالوش مثلا أبسط حاجة كان المفروض تتقال، يعني إنه إيقاف البرنامج ومنع مرتضى منصور من إن هو يظهر على القناة على شاشات التلفزيون عموما إلى انتهاء التحقيق. لو ما عرفش هم حققوا في إيه أساسا، يعني الموضوع واضح للعيان يعني لكل ذي عينين. أيضا من الحاجات الظريفة جدا اللي كانت في الخطاب إن هم لأنهم بيقولوا جميع الأطراف، يعني بيجيبوا بجميع الأطراف. يعني أنا ما أعرفش مين هم جميع الأطراف. إن كان اللي صاحب المشكلة أو الوحيد اللي كان بيشتم هو شخص واحد، هو رئيس نادي الزمالك فقط اللي كان بيشتم كل الناس. وعليه طبعا في بلاغات اتقدمت سواء من الكابتن محمود الخطيب أو محمود عثمان أو محمد عثمان مستشار قانوني النادي الأهلي، أو محمد سراج الدين، أو ممدوح عباس، أو ابنه، أو حسام حبيب، أو شيرين. كل دول قدموا بلاغات ضد مرتضى منصور. ما فيش حد تاني، يعني مش عارف مين جميع الأطراف يعني، واللي هي على طريقة سلامة الخاطف والمخطوف يعني، أو سلامة الخاطفين والمخطوفين. فأنت واحد بس بيشتم فأنت ما تعرفش مين هم جميع الأطراف. أيضا من الحاجات الظريفة جدا إن أنت في مجلس أعلى الإعلام في مصر اللي هي رائدة الإعلام العربي، واللي كان تلفزيونها بيسمى التلفزيون العربي، بيقولوا أكواد، بمخالف لكل الأكواد الإعلامية. ما أعرفش جابوا كلمة أكواد دي كلغة عربية منين، يعني جابوها من أنهي معجم، يعني الأكواد يعني إيه؟ فهل ملهاش تفسير بالعربية؟ يعني إيه أكواد؟ طبعا أكواد تاخدة من كود، الكلمة الأجنبية أو الشفرة. أكيد ليها ترجمة عربية يعني كانت ممكن تستخدم يعني غير أكواد. طبعا في انتظار يعني هم هيعملوا إيه، لكن على المستوى الشخصي يعني أنا شايف إن الموضوع مش بالنسبة لي أنا مش مطمئن يعني. لأن الكلام إن هم بيقولوا كل الأطراف، وبعدين بيقولوا إن إحنا فتح صفحة جديدة فمش عارف هل يعني كده الكلام متاخد في سكة إن أنت بعد ما أنت فشلت في إن أنت تخلي الزمالك زي الأهلي الأكذوبة اللي إحنا عشنا فيها في سنين بين الأهلي والزمالك وباقي الكرة المصرية، والأهلي والزمالك وجمهور الأهلي قد جمهور الزمالك، اللي اتكشفت بعد كده طبعا حقوق الرعاية أظهرتها وفضحت أكذوبة الأهلي والزمالك الناديين أكبر ناديين في مصر وكبار الكرة المصرية. أيضا يمكن في إطار مبادرة حياة كريمة اللي اتعملت في السنتين اللي فاتت، وإعطاء الدوري للزمالك في آخر سنتين عن طريق فار سيد مراد، وعن طريق التحكيم، وعن طريق ضغط الدوري للأهلي، ضغط مباراة الأهلي وأحمد مجاهد وليس كل ما يعرف يقال، ومن بعده اتحاد حازم إمام. فحاولوا برضو محاولة تانية إن هم يحطوا الزمالك جنب الأهلي، لكنه برضو
بالرعاية الجديدة كشفت الموضوع بشكل كبير جدا، ان في فرق كبير جدا بين الاهلي وبين الزمالك، والقصة مش مهما انت عملت برضو عمرك ما هتوصل الاهلي والزمالك. فهل المقصود بالكلام ان الجميع ان انت هتبقى في توجه بقى ان انت مثلا تمنع قنوات للانديه؟ اعتبر ان انت يعني برضو من الحاجات الغريبه جدا احنا شفناها بعد الازمه بتاعت سيد عبد الحفيظ في قناه الاهلي، لما مسحت الفيديوهات بتاعته والاهلي قرر ان هو مش اللعيبه مش هتظهر على قناه الاهلي، وبعد كده طلعت الشركه المتحده قالوا ان هم هينسحبوا من القناتين وهيسيبوهم لادارات الناديين، تناسوا او نسيوا يعني ان قناه الاهلي دي ملك الاهلي، فانت تسيبها لاداره الاهلي ده يعني طبيعي ان انت جاي تدير الاهلي لكن القناه ملك الاهلي. في الناحيه الثانيه انت بتسيب قناه الزمالك ازاي اذا كنت انت صاحب القناه؟ فانت يعني انا مش فاهم انت ازاي، انت كل اللي واخده انت واخد لوجو الزمالك، يعني انت بتدي الزمالك فلوس مقابل اللوجو اللي محطوط، لكن القناه دي ملك الدوله مش او ملك شركه المتحده يعني. فانت ازاي بتساوي الاهلي والزمالك بتقول ان احنا هنسيب اداره القناه للناديين؟ سويت الاهلي والزمالك برضو يعني. فهل المقصود النهارده بحكايه جميع الاطراف ان انت هتبقى برضو في توجه ان انت تقول لك مثلا عشان خاطر الاحتقان وعشان خاطر بيحصل فاحنا هنوقف قناتين او نمنع قنوات تبع الانديه؟ مش عارف يعني هل ممكن يعملوا حاجه زي كده ولا لا، وهيكون موقف مجلس إدارة الأهلي إيه لو حصل حاجة زي كده يعني. أتمنى إن ما تكونش هواجسي حقيقية يعني، ويكون القصة مجرد بقى إن هو باتفاق يعني إن مرتضى منصور يقعد وما يظهرش في التلفزيون تاني، وخلاص كفى الله المؤمنين شر القتال يعني، وخلاص هم قعدوا ساكتين الفترة اللي فاتت دي كلها، والنهارده قالوا ما يصحش كده وخلاص يعني، مش هيكون في عقاب ولا يكون في أي حاجة. ده أعتقد أهم حاجة عن الجواب ده. طبعا يمكن برضو من الأحداث السخيفة اللي حصلت الفترة اللي فاتت، وهي اللي شفناها يمكن كلنا الفيديوهات اللي اتصورت في الإسماعيلية وهم بيشيلوا الإعلان بتاع شركة اتصالات مصر اللي موجود في تيشيرت الأهلي، بيتشال من فوق أحد المباني وبيتشال من الشوارع. ما اعرفش برضو يعني الكلام ده عدى عليه يوم او يومين ومفيش تدخل من الدوله، ان انت المفروض انك شركه اتصالات انت بتحمي الشركه باعتبار انها شركه يعني بتدفع ضرائب، فانت قصاد الضرائب اللي بتدفعها لك قصاد الاعلانات اللي موجوده دي في الشوارع المفروض بتدفع فلوس للمحافظه، المفروض قصاد كده انت بتحملها الاعلانات بتاعتها. ما اعرفش ازاي بتسيب الاعلانات تتشال عادي، ولغايه حتى الان مفيش اجراء اتاخد ضد اللي شالوا الاعلانات بتاعت شركه اتصالات. اتمنى يعني في الفتره الجايه لاي تدخل او اي قرار. ده بخصوص الجواب بتاع مجلس الاعلى للاعلام، وبخصوص زي ما قلنا في اسماعيليه اللي حصل في اسماعيليه. اعتقد دي كانت اهم حاجات حصلت في اليومين الماضيين، وده اللي حبيت اقوله عن الفيديو ده. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.